شدد اليوم والي ولاية تبس أحمد بالحداد خلال إشرافه على انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2025-2026 بمنطقة المرموثية بنجرين على ضرورة تعبئة كافة الوسائل المادية والبشرية لضمان السير الحسن للعملية، مع الحرص على التنظيم المحكم لمختلف مراحل الحصاد والتخزين وتفادي ضياع المنتوجة. اليوم الحمد لله تشوف الخير اللي راهو كاين فيه، متوقعين يعني إنتاج كبير، وهذا كله من فضل ربي سبحانه، من فضل دعم الدولة. نتحققوا بنتيجة 40 قنطار في الهكتار، وبعد من هنا على 3 ولا على واحد 10 ولا 15 يوم رانا ننطلقوا في الحصاد تاع القمح. شدد والي تبس أحمد بالحداد على ضرورة العمل التحسيسي للفلاحين بأهمية اتباع المسار التقني الصحيح في مختلف الشعب الفلاحية، خاصة منها الحبوب، وذلك لتحقيق المنتوج والمحاصيل الزراعية المسطرة. كما أبرز السيد الوالي أهمية الدور الذي تلعبه المراكز الجوارية للتخزين في عملية تجميع الحبوب، وعددها 8 على مستوى تراب الولاية، والتي سيتم استلام 5 منها مع شهر ماي الداخل. جاء هذا لدى إعطائه إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس بإحدى المستثمرات الفلاحية رفقة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ببئر العاتر جمال بوجزة، وذلك بمنطقة المرموثية التابعة إقليميا لبلدية نجرين. وعيوا شوية الفلاحين، نعاونوهم، نعتوا لهم كيفاش يخدموا، باسكو 18 كانطو قليلة خاصة في مناطق كما هذه بسقية. نستناو اكثر من هذا المطلوب. شي هو راكم الاز، لان عندنا المخازن اللي راح توجد عندنا في الولايه تاعنا 8 مخازن، 5 من نهايه ماي يكونوا حاضرين، 3 قبل نهايه الموسم تاع الحصاد، قبل نهايه الموسم تاع الحصاد شي 8 يكونوا يدخلوا. يذكر أن المحصول المتوقع في شعبة الحبوب الرائدة على مستوى ولاية تبس هذا الموسم يفوق 900 ألف قنطار حسب الجهات الوصية. الموسم هذا بالنسبة لولاية تبس، وخاصة بعد انتهاء الأمطار في المدة الأخيرة حتى في شمال الولاية، إن شاء الله ننتظر موسم فلاحي ممتاز. وطبعا الفلاحين أصبحوا يحترموا المسار التقني، واحنا نعمل في الغرفه مديريه المصالح الفلاحيه على رفع المردود في الهكتار، وهذا باستعمال كل التقنيات الفلاحيه. منطقه المرموثيه بلديه نجرين، والتي كانت في السنه الماضيه على مستوى بلديه فركان بمنطقه جاج بالخصوص، والتي اثبتت هذه المناطق قطبا لإنتاج الحبوب. والحمد لله الدولة راهي قائمة بالواجب من ناحية الكهرباء والطرق وحفر الآبار. إشارة الانطلاق لموسم الحصاد ببلدية نجرين ولاية تبسة، وكانت العملية ناجحة والحمد لله.